قاع الهامور وصل لحوالي 1,600,000 عضو في 10 أيام بس. وبعد الرقم ده بالتحديد القصة بدأت تاخد شكل تاني خالص. أدمون بتقول إنها اتوصمت بالإخوان والإرهاب، وأدمون تانية سابت الإدارة وقالت إنها مش مستعدة تتحمل اللي ممكن يحصل وجريت. وتقارير صحفية بدأت تتكلم عن فحص الجهات المعنية للجروب وخلفيات اللي ماسكين الجروب أصلا. وفي نفس الوقت ظهر جروب تاني بنفس الاسم وبيانات مرتبطة بيه ظهرت من إسرائيل. لكن استنى، هل ده معناه إن قاع الهامور فعلا وراه جهة سياسية، ولا احنا قدام ترند ضخم جدا والناس بدأت تبني فوقه نظريات أكبر من الحقيقة؟ الأغرب إن في واحد من جوه مجلس النواب دخل على الخط النهاردة، النائب فريد البياضي، نشر تعليق عن الظاهرة دي وقال إن الجروب وصل بحسب ما قالوا يعني حوالي 1,600,000 عضو خلال 10 أيام. النائب نفسه قال نقطة مهمة جدا: مفيش دليل لغاية النهاردة على إن في جهة سياسية ورا الترند. يعني الشخص اللي دخل يناقش الظاهرة سياسيا مش بيقول إن الجروب إخواني، ومش بيقول إن وراه جهة أجنبية، بالعكس هو بيقول إن الرقم نفسه يستحق إن احنا نقف عنده. طيب ليه 1,500,000 شخص في جروب ساخر ممكن يكون ملفتين للنظر بالشكل ده؟ هقولك، لازم نبعد لحظة كده عن سبونج بوب نفسه، لأن اللي حصل إن الجروب بقى مساحة ضخمة جدا للناس إنها تتكلم عن الغلاء، الخدمات، المواصلات، الوظائف، مشاكل الحياة اليومية، لكن من خلال السخرية والتريقة. يعني بيقولوا بجد بس متغلف بالهزار. يعني الناس مش بس كانت بتضحك، بتتكلم عن مشاكل حقيقية بس بلغة قاع الهامور. النائب فريدي البياضي وصف الظاهرة بأنها تحولت من مجرد نكتة لحاجة اسمها مراية ساخرة للمجتمع، وقال إن السخرية ممكن تبقى وسيلة للتعبير لما الناس تحس إن صوتها مش مسموع بالشكل الكافي. لكن ظهر هنا سؤال مهم قوي وخطير: هل الجروب نفسه اتحول من مساحة هزار لمنصة مؤثرة يتخاف منها؟ مش معنى كده إنها بقت منصة سياسية فعلا، لكن تخيل تجمع فيه أكتر من 1,000,000 شخص، أي منشور جواه ممكن ينتشر في دقايق. مين بيحدد المحتوى؟ مين اللي بيدير الحسابات دي؟ مين عنده صلاحية حذف أو تثبيت أو توجيه المنشورات؟ وهل كل اللي جوه الجروب أعضاء عاديين فعلا، ولا فيهم ناس مش عادية؟ ولا ممكن يظهر وسط العدد ده حسابات أو صفحات أو جروبات تانية تحاول تستغل الاسم والشهرة؟ دي أسئلة منطقية، لكن لحد دلوقتي أسئلة مش إجابات. هنا بقى نرجع للتطور اللي عمل دوشة أكبر، إن في جروب تاني ظهر موازي ليه اسم قاع الهامور، وبحسب تقارير صحفية ظهرت بيانات مرتبطة بالجروب بتقول إن موقع النشر من إسرائيل. وطبعا أول حاجة تيجي في دماغ ناس كتير هي إسرائيل دخلت قاع الهامور. لكن هنا لازم نهدى شوية، لأن وجود جروب موازي بنفس الاسم والبيانات تبقى مرتبطة بإسرائيل مش معناه إن الجروب المصري نفسه تابع لإسرائيل. التقارير نفسها بتقول إن المسألة تساؤل عن هل ممكن يستغلوا ده، مش باعتبار إن ده دليل نهائي على إن في علاقة بين الجروبين، ودي نقطة لوحدها ممكن تغير شكل القصة كلها. لكن لو في جروب بنفس الاسم ده ممكن يكون تقليد للترند، ممكن يكون محاولة للاستفادة من الاسم، وممكن يكون مجرد صدفة، والفرق بين الاحتمالات دي كبير جدا. لكن وسط علامات الاستفهام دي كلها حصل تطور تاني أكتر حساسية بدأت تظهر في السوشيال ميديا: اتهامات اللي ماسكين الجروب نفسه. الاتهامات دي وصلت إن واحدة من الأدمنز قالت إن الناس بقت بتتهمها إنها إخوانية وإرهابية، وبدأوا يعملوا منشن لوزارة الداخلية. الأدمن نفسها ردت وهي بتتريق على الكلام وقالت: احنا اصلا شباب صغير والموضوع كله هزار، وان فكرة وجود مؤامرة او مخطط منظم بالنسبة لها كلام غير منطقي، وان اللي عملت الجروب اصلا بنت عندها 15 سنة. حصل حاجة اهم من رد نفسه: ادمن تانية انسحبت من الادارة وقالت: انا معرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده لو الامور اتصاعدت، انا هنط بالمقلاية وهسيب لكم جروب ومليش دعوة، واللي يغرق يغرق. يعني الموضوع أخد شكل تاني،
اتحول من ناس بتضحك على ترند لناس مسؤولة عن الجروب بدأ يقلقوا من تبعات المسؤولية اللي ممكن تحصل. وده يفتح سؤال جديد، هل أدمون انسحبت لأنها عرفت حاجة ولا لأنها خافت من مجرد اتهامات؟ طب مفيش دليل على الإجابتين، لكن أحب أقول لكم معلومة مهمة، إن كلمة فحص جهات أمنية للجروب مش معناها اتهام، مش إدانة، مش معناها إن في حد ثبت عليه حاجة، مش معناها إن الجروب اتصنف إنه إرهابي. مفيش دليل منشور يثبت إن القائمين على الجروب ينتموا للإخوان، ومفيش حكم قضائي يثبت الاتهام ده. مفيش أي حاجة بتقول إنه تابع لإسرائيل أو بيتدار من جهة أجنبية. هي شكلها كده ترند هزار وعملوا شوية شباب وقلب بنكد. المهم إن الفنانين اللي عملوا الصور التابعة لقاع الهامور وحطوا نفسهم جوه الصور، في طلب مهم جدا منهم إنهم يشيلوا الصور دي كلها ويحذفوها علشان ما يثبتش تورطهم بشكل أو بآخر في الموضوع، لأن الكلام بدأ يظهر إن في جهات سياسية، جهات إرهابية، إخوانية. الموضوع دخل في شكل ما كانش معمول له حساب من الأساس لما الجروب اتعمل. تعالوا نجمع اللي حصل. جروب ساخر، انتشار ضخم جدا في وقت قصير، دخول مشاهير ودول ناس مؤثرة وليها تأثيراتها، لما بتعمل صورة ولا حاجة طبعا الفانز بتاعهم بيتأثروا بيهم. كمان ظهور محتوى أكتر حساسية، بدأ الكلام عن مشاكل حقيقية في المجتمع والناس على أساسه بدأت تمنشن للداخلية، اتهامات كمان للأدمنز وانسحابهم، وده خلى الموضوع يبقى فيه قلق. ده غير تقارير عن فحص الجهات المعنية، وفي ظهور جروب موازي مرتبط بموقع نشر من إسرائيل، لكن مفيش أي حاجة بتثبت إن الجروب الأساسي وراه مخطط منظم. إزاي جروب بدأ كإفيه على سبونج بوب قدر في أيام قليلة يوصل للحجم ده ويخلي أدمن صغيرة تنسحب وهي بتقول إنها خايفة والجهات الأمنية دخلت على الخط؟ لأن الجروب ده ببساطة حول المشاكل المصرية الحقيقية لمدينة خيالية. بدل ما حد يقول أنا عندي مشكلة من الجيران بقى يقول شكوى من سكان قاع الهامور، وبدل الأسعار والمواصلات والشغل والدروس والخلافات العائلية كلها تحولت لشكاوي جوه عالم سبونج بوب. الناس بقت بتتكلم عن الواقع عن طريق الهزار، وده اللي قلق الناس، لأن بدأ يظهر كلام فيه معنى سياسي، فيه معنى مش مناسب لاتجاهات الدولة، وده اللي خلى ناس كتير تعمل منشن لوزارة الداخلية. عشان كده بدأت الوزارة تفحص الجروب وتشوف ايه اللي بيحصل فيه، وهل في ناس هتخش وتستغل الترند ده وتلعب لعبتها. هو ده اللي هيترد عليه خلال الأيام اللي جاية، وهنعرف هل الجروب ده هيتقفل على أساس إنه الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، ولا الموضوع عادي وهزار وترندي وكل الناس بتحب تتكلم مع بعض. مستنيين الأخبار الجديدة، تابعوني واشتركوا معنا في القناة واعملوا لايك للفيديو علشان نقول لكم ايه آخر الأحداث وايه اللي هيحصل الأيام الجاية في الجروب ده اللي فجأة بين يوم وليلة انفجر على الساحة. السلام عليكم.